في كتالونيا سقطت الأقنعة. هانزي فليك الذي ظننتموه منقذا تحول إلى ديكتاتور بفرمان رسمي حتى 2028. لكن الصدمة ليست في العقد بل في القنبلة التي فجرها ضد الفتى الذهبي لامين يامال. لماذا انقلب الجنرال على من رفع علم فلسطين؟ وكيف بدأ ميسي سرا في شراء مدينة برشلونة قطعة ليحكم قبضته على الجميع؟ اربطوا أحزمتكم، نحن أمام زلزال سيغير تاريخ البلاوغرانا للأبد. هذا البارسا مش عادي، ميسي وكلوب. أنت الآن في متحف الفنون المعاصرة في برشلونة. أنا برشلونة، أنا كبير كتالونيا، أنا عملاق إسبانيا، أنا رمز أوروبا، أنا اسم المونديال. لم يكن مجرد توقيع على ورقة بل كان إعلان سيادة مطلق. في اللحظة التي ظن فيها الجميع أن كامب نو سيحتفل باللقب بهدوء، خرج الدخان الأبيض من مكاتب الإدارة ليعلن الخبر الصادم: هانزي فليك باق حتى عام 2028. لكن هل سألت نفسك لماذا الآن؟ ولماذا هذه المدة الطويلة التي لم يمنحها لابورتا لأحد من قبل؟ الحقيقة أعمق من مجرد استقرار فني. نحن أمام فرمان سلطوي يمنح المدرب الألماني الصلاحيات الكاملة لقطع الرؤوس التي لا تنحني لمنهجه. فليك لم يوقع ليكون مدربا بل وقع ليكون المهندس والجلاد في آن واحد. ببرود أعصابه المعتاد وقف أمام الكاميرات ليرسل رسالة رعب مبطنة لكل لاعب يتخاذل في التدريبات: أنا هنا ل4 سنوات، ومن لا يستطيع الركض خلف طموحي فالباب يتسع للجميع. خلف هذا التجديد يختبئ مشروع القبضة الحديدية. فليك بدأ بالفعل في تفكيك الحرس القديم وتهميش الأسماء التي كانت تظن نفسها فوق المساس. إنه لا يبني فريقا بل يبني ثكنة عسكرية بقميص البلاوغرانا. الخطر الحقيقي يكمن في السؤال المرير: ماذا لو تحول هذا الاستقرار إلى ديكتاتورية تقضي على إبداع النجوم؟ وماذا لو اصطدمت طموحات فليك الجامحة ببيروقراطية النادي المالية؟ لقد رهن برشلونة مستقبله بالكامل تحت رحمة صافرة الجنرال الألماني. فهل نحن أمام حقبة ذهبية ستعيد للأذهان سداسية بايرن ميونخ، أم أن العقد الطويل سيكون المشنقة التي ستخنق أحلام الجماهير إذا ما اهتزت النتائج؟ فليك الآن هو الحاكم بأمره في كتالونيا، فمن سيجرؤ على الوقوف في وجهه؟ انفجرت القنبلة التي هزت أركان لاماسيا وكسرت هدوء كتالونيا. في اللحظة التي كان فيها العالم يصفق لجرأة وشجاعة الفتى الذهبي لامين يامال وهو يرفع علم فلسطين عاليا في سماء الاحتفالات، خرج الجنرال هانزي فليك ليصدم الجميع بموقف لم يكن يتوقعه أشد المتشائمين. فليك الذي ملأ الدنيا ضجيجا في قطر، والذي قاد حملات تكميم الأفواه ودافع عن حقوق معينة بحجة أن الحقوق لا تتجزأ، سقط قناعه اليوم أمام دمعة فلسطين على قميص يامال. ببرود شديد ولهجة حادة وقف فليك في المؤتمر الصحفي ليقول الكلمات التي نزلت كالصاعقة: هذه أمور لا تعجبني عادة. يا له من تصريح مرعب. فليك لم يكتفي بالصمت بل أعلن صراحة أن ما فعله يامال هو قرار شخصي يتحمله وحده، وكأنه يتبرأ من نجمه الأول أمام الضغوطات. أين اختفت مبادئ الحرية والدفاع عن المظلومين التي صدع بها رؤوسنا سابقا؟ لماذا تصبح المواقف واجبا أخلاقيا في سياقات معينة وتتحول إلى إزعاج لا يعجب المدرب عندما يتعلق الأمر بطفل كتالونية المعجزة؟ نحن أمام صدام نفسي عنيف داخل غرف الملابس. يامال الذي يرى في نفسه صوتا للملايين يجد نفسه اليوم تحت مقصلة مدرب يطالبه بأن يكون آلة ركض فقط ويجرده من مشاعره وإنسانيته. هل يغفر فليك ليامال كونه سرق الأضواء بموقفه الإنساني، أم أن هذا التصريح هو بداية عملية ترويض قاسية للموهبة التي لا تقبل الانكسار؟ السؤال الذي يشعل غضب الجماهير في عام 2026: هل بدأ فليك يخسر قلب برشلونة النابض من أجل حسابات ضيقة؟ وكيف سيواجه يامال نظرات مدربه في الحصة التدريبية القادمة بعد أن وصف الأخير أعظم لحظات فخره بأنها أمر لا يعجبه؟ الأقنعة سقطت،
والحرب الباردة بين المدرب الألماني والجوهرة العربية بدأت للتو. بينما كانت الجماهير تهتف باسمه كبطل قومي جلب الليغا إلى خزائن النادي، كانت هناك مؤامرة صامتة تحاك في الظلام. هل يعقل أن ينتهي مشهد البيتشيتشي بقميص أزرق وأبيض بعيدا عن صخب الكامب نو؟ وكيل الأعمال الثعلب بيني زهافي شوهد في أزقة المدينة، والأنباء القادمة من البرتغال تضرب كالزلزال. نادي بورتو يفتح خزائنه لخطف ليفا. نعم، بورتو يطمح لجمع الأسطورة البولندية بمواهب بلاده الصاعدة، ليتحول ليفاندوفسكي من قائد للثورة الكتالونية إلى راعي للمستقبل في الدوري البرتغالي. عندما سئل المدرب الألماني عن مستقبل رفيقه القديم لم يقل إنه خط أحمر، بل أجاب ببرود قاتل: علينا تحليل الوضع ومعرفة ما سيحدث. هذه الجملة لم تكن تصريحا عاديا، بل كانت رصاصة رحمة على آمال الجماهير ببقاء الهداف. هل يخطط فليك للتضحية بصديقه من أجل توفير الملايين؟ أم أن ليفاندوفسكي نفسه شعر بأن شمسه بدأت تغيب في كتالونيا فقرر الهروب قبل أن يطرد؟ برشلونة قدم عرضا للتجديد في عام 2026، لكنه عرض مهين براتب منخفض لا يليق بأسطورة، وكأن الإدارة تدفعه دفعا نحو الباب الخلفي. وفي المقابل تضغط الأندية الإيطالية وتغري أموال شيكاغو فاير الأمريكي خيال المهاجم البولندي. هل نرى ليفاندوفسكي بقميص بورتو الموسم المقبل تاركا خلفه فراغا مرعبا في خط الهجوم، أم أن ما يحدث هو تمثيلية كبرى للضغط على الإدارة للحصول على عقد أخير يليق بتاريخه؟ الحلم يقترب من نهايته، والملك الذي أعاد برشلونة لمنصات التتويج قد يغادر القصر قبل أن يكتمل الاحتفال. خلف ابتسامات منصات التتويج يغلي مرجل من الغضب داخل أقدس أروقة النادي، غرفة الملابس تحترق. لم يعد الأمر سرا، فالهواء في خوان جامبر أصبح ثقيلا برائحة التمرد بعد أن قرر هانز فليك استبدال لغة الاحتواء بلغة التهديد. أليخاندرو بالدي من وريث ألبا إلى تلميذ معاقب، بكلمات حادة كالمشرط خرج فليك ليضرب كبرياء الفتى الشاب أمام الملأ. لم يكتفي بتهميشه، بل وجه له إنذارا علنيا أخيرا: عليك أن تثبت أنك تستحق التواجد هنا يوميا. فليك يرى في بالدي لاعبا مدللا يحتاج إلى صدمة كهربائية، بينما يشعر اللاعب أن مدربه الألماني يحاول تكسير مجاديفه لحساب صفقات جديدة. هل هي محاولة لتطويره، أم أنها بداية النهاية لواحد من أبناء النادي المخلصين؟ لكن الصدمة الأكبر هي ما يحدث مع الصخرة جولكوندي. كيف يتحول أفضل مدافع في الكلاسيكو إلى مجرد شبح على مقاعد البدلاء؟ فليك لم يكتف باستبعاده، بل برر ذلك ببرود مرعب قائلا: أعلم أنه ليس سعيدا، لكننا فريق. كوندي المعروف بشخصيته القوية واحترافيته العالية يجد نفسه اليوم مهمشا ومجردا من نفوذه الدفاعي. الصمت الذي يغلف وجه كوندي حاليا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة. غرفة الملابس بدأت تنقسم في عام 2026: معسكر الحرس الشاب الذي يشعر بالإهانة، ومعسكر الجنرال الذي يطالب بالولاء المطلق. هل ينجح فليك في كسر إرادة بالدي وكوندي لإحكام سيطرته، أم أن هذا التعالي الألماني سيؤدي إلى تمرد جماعي يطيح باستقرار الفريق في أهم لحظات الموسم، عندما يبدأ اللاعبون في الشعور بأنهم مجرد قطع شطرنج في يد مدرب لا يرحم؟ انتظروا سقوط الملك، فمن سينتصر في حرب الإرادات هذه؟ في الوقت الذي تنشغل فيه الصحافة بصراعات فليك الجانبية، هناك تحرك استراتيجي صامت يطبخ على نار هادئة خلف أبواب مكاتب خوان لابورتا. تحرك قد يغير موازين القوى في أوروبا للأبد. لماذا باستوني، ولماذا الآن؟ الحكاية ليست مجرد تدعيم فني، بل هي عملية إنقاذ لدفاع بات يترنح تحت وطأة الخيانة وعدم الاستقرار. في إيطاليا يصفون باستوني بالمظلوم، النجم الذي قدم قلبه لإنتر ميلان ليجد نفسه فجأة على طاولة المفاوضات. وهنا تظهر عبقرية إدارة برشلونة التي قررت استغلال جرح المدافع الإيطالي لتجلبه إلى معقل الكتلان في عام 2026. هذا الأسبوع تشهد برشلونة اجتماعا سريا بين مسؤولي النادي ووكلاء باستوني. المهمة شبه مستحيلة.
كيف يقنع برشلونة الإنتر بالتخلي عن ركيزته الأساسية وهو يعاني من أزمات مالية خانقة؟ الجواب يكمن في إغراء المشروع. باستوني يرى في برشلونة خشبة الخلاص والمكان الذي سينصف فيه موهبته الضائعة في السيري آ. كريستيان فييري أسطورة إيطاليا زاد الطين بلة بتصريح هز الأوساط الرياضية عندما قارن وضع باستوني برحيل ميسي الأسطوري، وكأنه يرسل رسالة مشفرة لباستوني: لا وفاء في كرة القدم الحديثة، ارحل حيث يقدرون قيمتك. هل يكون باستوني هو الخنجر الذي سيطعن به فليك كل من شكك في دفاعه؟ برشلونة لا يبحث عن مدافع فقط، بل يبحث عن قائد ذي كاريزما، لاعب يمتلك أناقة ميسي وصلابة بويول. لكن السؤال المرعب الذي يؤرق الجماهير: هل تنجح الصفقة فعلا؟ أم أن الإنتر سيستخدم برشلونة فقط لرفع سعر لاعبه في سوق المزايدات؟ ساعات الحسم تقترب، فهل يرتدي القيصر الإيطالي قميص البلوغرانا ويعلن بداية عصر دفاعي لا يقهر؟ أم أن خيانة المال ستقتل صفقة القرن في مهدها؟ التقارير القادمة من صحيفة سبورت تكشف عن مخطط مرعب. البولغا بدأ يشتري برشلونة قطعة وحيا تلو الآخر. لم يكتف بتجهيز قصره الأسطوري في كاستيل ديفيلس للعودة النهائية، بل قرر أن يضع يده على عصب الرياضة والمال في الإقليم في عام 2026. في خطوة استراتيجية صادمة استحوذ ميسي على نادي كورنيلا الجار اللدود لبرشلونة وأحد أكبر مناجم الناشئين في إسبانيا. لماذا؟ لأن ميسي يعلم أن من يمتلك الأرض يمتلك المستقبل. إنه يبني إمبراطورية كروية موازية تحت أنظار الجميع، وكأنه يرسل رسالة للإدارة الحالية: إذا لم أعد لاعبا سأعود كصانع للملوك. الصفقة لم تتوقف عند الملاعب. ميسي دخل في صراع عقاري شرس واقتنص صالات واجنر التجارية الأيقونية في قلب برشلونة بمبلغ فلكي، وبواسطة أذرعه المالية يستعد ليونيل لتحويل هذه المساحات إلى مكاتب عالمية ومشاريع ضخمة. ميسي الآن يمتلك الفنادق، المطاعم، الأندية، والآن العقارات الإدارية. هل هو تمهيد لرئاسة النادي؟ المشهد يبدو وكأنه فيلم وثائقي عن العودة الكبرى. ميسي لا يستثمر أمواله فقط، بل يستعيد نفوذه المفقود. كل متر يشريه في كاتالونيا هو خطوة تقربه من كرسي الرئاسة في سبوتيفاي كامب نو. هل نتخيل يوما يكون فيه ميسي هو الرئيس الذي يملي الأوامر على المدربين؟ الأسطورة يعود ليحكم قبضته على المدينة التي طردته يوما بالدموع. هو لا يشتري جدرانا، بل يشتري الولاء المطلق. سؤالي لكم يا عشاق البلوغرانا: هل تظنون أن تحركات ميسي المالية هي مجرد بيزنس؟ أم أنها خطة ذكية للإطاحة بإخوان لابورتا والسيطرة على عرش برشلونة من الداخل؟ نحن الآن أمام مشهد لم يعرفه تاريخ كرة القدم من قبل. برشلونة اليوم ليس مجرد فريق يركض خلف كرة، بل هو ساحة صراع كبرى تتشابك فيها خيوط السياسة والمال والإنسانية والديكتاتورية الفنية. على جبهة نرى الجنرال فليك وهو يحكم قبضته الحديدية يجدد عقده حتى 2820 ليفتح النار على الجميع، من تهميش النجوم إلى صدامه الأخلاقي الصادم مع الفتى الذهبي لامين يامال وموقفه من قضية فلسطين، موقف جعل الأقنعة تسقط وكشف عن وجه بارد لم نكن نتخيله. وعلى الجبهة الأخرى نرى الملك ليونيل ميسي وهو يزحف ببطء، لا كلاعب يحمل القميص، بل كإمبراطور يشتري المدينة قطعة ليحاصر النادي بنفوذه المالي بانتظار اللحظة الحاسمة للعودة الكبرى. وبين هذا وذاك تلوح في الأفق خيانة ليفاندوفسكي وتمرد غرف الملابس وصفقة باستوني التي قد تكون طوق النجاة أو المسمار الأخير في نعش الاستقرار المالي. برشلونة يعيش فيلما دراميا واقعيا، والنهاية قد تكون انفجارا لا يبقي ولا يذر، أو معجزة تعيد كتابة التاريخ. والآن الكرة في ملعبكم يا جمهور البلوغرانا العظيم. بكل صراحة، هل سقط فليك من أعينكم بعد تصريحاته المستفزة ضد موقف لامين يامال الإنساني بين العاطفة والعقل؟ هل تؤيدون رحيل ليفاندوفسكي إلى بورتو لتوفير الأموال لصفقة باستوني؟ سؤال المليار. هل تعتقدون أن ميسي يمهد فعليا للإطاحة بلابورتا والجلوس على كرسي الرئاسة؟ فجروا التعليقات بآرائكم.
فنحن هنا لا ننقل الخبر بل نعيش الحرب معكم، ولا تنسوا الاشتراك لتكونوا أول من يعلم بالكارثة أو المعجزة القادمة.